السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهارده كيك شوكولاته في منتهى كده البساطه، في منتهى اللذاذه. انا مسميه الكيك السحري. مش بنستخدم فيه بيض، مش بنستخدم فيه لبن، مش بنستخدم فيه زبده. حاجه كده في منتهى البساطه وفي منتهى اللذاذه. حاجه كده بتطلع شيك جدا وحلو جدا، وكمان طعمه حلو قوي. لو انت عندك مناسبه بقى كده وعايزه تعملي حاجه سهله كده وسريعه، تقدري تقومي تعمليه، مش بياخد منك وقت وفي العمايل. حاجه كده في منتهى البساطه. هنضيف له بقى كده مكون سحري يطلع الكيكه معاكي هشه جدا، وكمان بياخدها لحته تانية خالص، بيبقى طعمها فعلا خرافه. اتمنى بجد ان انتوا تكملوا معايا الوصفه للاخر. يلا كده نضغط لايك ونشوف هنعمل مع بعض احلى والذ كيك اقتصادي مع بعض ازاي. في بوله كده او في طبق عميق، وهننزل ب3 كوبايات من الدقيق. طبعا اي كيكه قبل ما تشتغلي فيها لازم تكوني ناخله المكونات كويس جدا، عشان ده بيدي هشاشه للكيكه. استخدمت 3 كوبايات من الدقيق، هنضيف عليهم 3 معالق كبار من الكاكاو الخام، ويفضل طبعا كاكاو اسباني عشان بيبقى طعمه حلو جدا. هنضيف كمان كوبايتين من السكر، معلقه كبيره من البيكنج باودر، ورشه ملح عشان تظهر كده طعم الكيكه، و2 باكت بقى من الفانيليا. وقلبي مكوناتك كويس جدا. اظن مفيش اسهل ولا ابسط من كده. هنخلط المواد الجافه كلها مع بعض. اسهل وابسط كيكه ممكن تتخيليها، هتقومي في دقايق كده تعمليها، مش بتاخد منك وقت خالص، وبجد نتيجتها وهميه. وبعد ما نتأكد بقى ان المقادير كلها كده امتزجت كويس جدا مع بعض، يلا نعمل مع بعض خليط السوائل. عندي هنا استخدمت هنا ميه مغليه، هتستخدمي كوبايتين الا ربع من الميه المغليه. هنضيف عليهم معلقه كبيره كده من القهوه سريعه الذوبان. على فكره لو مش متوفره عندك ما تستخدميهاش، هي بس بتظهر طعم الشوكولاته في الكيكه، او بتظهر طعم ال الكاكاو. تمام. هتخلطيها كويس جدا، وهتضيفي عليها كوبايه من الزيت. قلبي بقى كده السوائل كلها مع بعض، وهننزل بيهم بقى على المواد الجافة. لو هتلاحظي هنا انا استخدمت كمية من السوائل زيادة شوية. هقول لكم السبب. الكاكاو من الحاجات اللي بتشرب السوائل، فبتزودي وانت بتعملي كيكة الشوكولاتة، بتزودي شوية سوائل عن الكيكة بتاع الفانيليا او كيك البرتقال، لان الكاكاو بيشرب سوائل شوية، مش زي الكيكة الفانيليا او كيك البرتقال او اي كيك تاني بتعمليها. لو وصلتوا بقى معايا لحد دلوقتي الفيديو، اتمنى بجد ان انتوا تضغطوا لايك. ولو اول مره تشرفوني في القناه، بجد بتنوروني وتشرفوني. اتمنى تشتركوا معايا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني اشعار بكل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها. وبجد الكيكه حلوه قوي، تستاهل لايك عشان توصل كده لاكبر عدد من الناس. بسيطه واقتصاديه. وبعد ما خلطناها كويس جدا، شايفين هو ده قوام الكيكه اللي احنا محتاجينه. ما شاء الله تحفه جدا. عندي بقى هنا المكون السحري اللي هنضيفه على الكيكه النهارده، بديل البيض اللي هنستخدمه ويخلي الكيكه هشه جدا. هنستخدم معلقتين صغيرين من البيكنج صودا او الكربوناتو. هنضيف عليهم معلقتين كبار كده من الخل. شايفين بقى التفاعل اللي حصل ده؟ هو ده اللي انا محتاجاه في الكيكه، هو ده اللي بيدي للكيكه الهشاشه. بدل ما نستخدم البيض بقى بنستخدم البيكنج صودا والخل، بيدي الكيكه هشاشه حلوه قوي. شايفين؟ تحسوا كده ان لون الكيكه فتح شويه، وطبعا ده بسبب الخل، بس ما تقلقوش هيرجع لونها طبيعي دلوقتي. هنقلب كويس جدا ونمزج كل المكونات مع بعضها. وطبعا انا شغاله دلوقتي. قبل ما تشتغلي في الكيكه يكون الفرن بتاعك شغال، لان الكيكه طبعا بندخلها على فرن سخن، ما ينفعش تدخل على فرن بارد. الصينيه اللي استخدمتها بقى مسحاها كويس جدا بالزيت. وانا هنا في الوصفه استخدمت صينيه مقاس 26. بتبطنيها بالزيت بقى كده، وبتحطي ورق زبده، وبتنزلي بخليط الكيكه او بتصبي خليط الكيكه. ما شاء الله شايفين قوامه تحفه جدا. وتديله بقى كده خبطتين علشان لو في هوا كده زياده يخرج من الكيكه. وبتدخليها الفرن بقى على الرف اللي في النص، ومش بتشغلي الفرن والشوايه مع بعض، بتشغلي الفرن بس. بتاخد حوالي كده ساعه الا ربع في الفرن. يعني انت تبداي بقى تختبريها كده بعد نص ساعه ما بتدخليها من الفرن، وتشوفي فيها سوائل ولا لا. هنا الكيكه النهارده خدت معايا حوالي ساعه الا ربع في الفرن، ما شاء الله تحفه جدا. وبعد ما قلبتها بقى وشلت ورق الزبده طبعا، انتي لو هتعمليها هتسيبيها تبرد تماما قبل ما تقلبيها. انا هنا عشان مستعجله عشان التصوير، قلبتها كده وهي سخنه، وشلت ورقه الزبده ورجعت قلبتها مره تانية. ما شاء الله على الجمال، حاجه كده تحفه. وانتي بتسوي الكيكه بقى، هقولك على معلومه مهمه جدا. الكيكه النهارده ما فيهاش بيض، فهتلاقيها علت مره واحده معاكي في الفرن. انتي بتهدي النار على درجه حراره 180، مش بتعلي النار علشان ما تعلاش مره واحده وتحسيها هبطت مره واحده معاكي. تمام.
وبتسيبيها بقى لمدة ساعة الا ربع كده في الفرن على درجة حرارة 180. ويلا نعمل مع بعض صوص شوكولاتة حلو جدا. على فكرة لو انتي مش عايزة تستخدمي حليب هتعمليه بالمية. انا ضفت كوباية من الحليب، عليها 3 معالق كبار من الكاكاو الخام، ربع كوباية كده من الزيت، نص كوباية من السكر، وهنضربهم كويس جدا بقى في الخلاط او في الكبة بتاعتك لحد ما قوامهم يتقل وبيكونوا بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. وهتسيبي الكيكه بقى تبرد تماما، يعني انتي مش هتنزلي بالصوص عليها غير لما تبرد تماما. واعملي بقى فيها فتحات كده عشان ننزل عليها صوص الشوكولاته وينزل بقى فيها كده جوه ويتغلغل جوه الكيكه. بجد هتاخدي احلى والذ واطعم كيكه وباقل تكلفه وباقل مقادير. والكيكه النهارده بتاعتي مش محتاجه تتشرب لا لبن ولا محتاجه تتشرب اي حاجه، هي ما شاء الله طريه جدا وهشه جدا. وبعد ما وزعت عليها بقى صوص الشوكولاته كده، حابه تسيبيها كده، حابه تزينيها، اي حاجه متوفره عندك، فارماسيل بقى، شوكليت شيبس، اي حاجه متوفره عندك تقدري تزيني بيها الكيكه. على فكره تقدري تعمليها في صينيه مستطيله، بس هتوسعي طبعا حجم الصينيه. يعني انا استخدمت هنا صينيه مقاس 26، تقدري مثلا تستخدمي صينيه مقاس 30 وتعمليها بقى كانها جاتوه كده، وتحطي عليها صوص الشوكولاته وهتقطعيها على انها قطع جاتوه، بتبقى حلوه جدا. الكيكه في منتهى الهشاشه وفي منتهى اللذاذه. هتسيبيها بقى كده صوص الشوكولاته يتماسك كده عليها عشان تعرفي تقطعيها بكل سهوله. ما شاء الله شكلها حلو جدا ومش مكلفه خالص، بسيطه جدا. يلا نقطعها مع بعض بقى ونشوف الكيكه من جوه شكلها ايه. حاجه كده في منتهى اللذاذه وفي منتهى البساطه. بجد شكرا للناس الجميله اللي شرفتني في القناه، وشكرا للكلام الحلو اللي بتكتبولي بجد. مش عارفه اقول لكم ايه، انا مبسوطه جدا بكلامكم الحلو ده. شكرا جدا، واتمنى بجد ان انتوا تشوفوا كده الفيديو معايا للاخر عشان وتجربوا الوصفه وتكتبوا لي رايكم في الكومنتات. بسيطه جدا وسهله جدا، ولو عندك مناسبه مش بتاخد منك وقت خالص. جربوها بقى واكتبوا لي رايكم في الكومنتات، واتمنى اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. واستنوني في فيديوهات تانية كتيره، ولو عايزين اي وصفه تقدروا تكتبوا لي ونعملوها مع بعض باذن الله. حاجه كده في منتهى اللذاذه وفي منتهى البساطه. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.